محمد شريف يدرس جديا عقد جلسة مع يستروب خلال الأيام المقبلة لمطالبة المدرب الدنماركي بمنحه فرصة جديدة وعدم الحكم عليه من خلال سوء التوفيق الذي لازمه في الفترة الماضية. يخطط سيد عبد الحفيظ لعقد جلسة مع محمد علي بن رمضان خلال تواجده مع الفريق في الجزائر للحديث معه عن مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة وضرورة أن يكون على قدر الثقة التي وضعها النادي فيه، خاصة بعد الإصرار على التعاقد معه أكثر من ميركاتو. نادي الزمالك يرد عن طريق خالد الغندور على تصريحات كهربا التي رفض فيها العودة للزمالك ليؤكد أن النادي ليس في حاجة للاعب من الأساس. الأهلي يخوض مرانه الأول والأخير في الجزائر اليوم، ويستروب المدير الفني للأهلي يحاول تحفيظ اللاعبين على الطريقة التي ينوي الاعتماد عليها مع استغلال سرعتهم في الهجمات المرتدة. جلسات استشفاء مستمرة لتريزيجيه ومروان عطية وعدد من عناصر الفريق التي شاركت باستمرار خلال الفترة الماضية للتخلص تماما من الإجهاد العضلي. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.